Donc voilà, les Tunis c'était une inspiration. Maintenant vis-à-vis des photos historiques تبقى بقيمة ثابتة تاريخية وإلا ما كانش علينا كنا حنخدموهم بالتنسيق مع الإدارة تاع حسن 23 نشكروهم ونشكر كل من ساهم في اللي عاونونا في هذا المنتوج هدايا سواء انا ولا بولا اللي خدم الكوير هدايا وايضا كل الفريق العامل اللي عندي في الورشه. وش يجسدوا هذه الالبسه وش يعكسوا وش يبينوا هذه الالبسه وش حاب توصل لهم؟ هذه الالبسه هذه تعكس القيمه التاريخيه للجزائر ككل اللي هو بمثابه سلطان او ملك. وهذا دليل على ثراء القيمه التاريخيه للاسطول البحري الجزائري. تكلمنا على كل لباس، هذا اللباس اللي موراك. دونك هذا لباس خاص الرئيس التركي. نعم. هذا ايضا الرئيس التركي. هذا لباس خاص بالرئيس حميدو. نعم. ما شاء الله. هذا لباس ايضا للرئيس التركي ايضا. هذا لباس الدولة اللي هو تاع رئيس الرياض اللي هو بمثابة أمير البحر. الله يبارك فيك. مليحة بزاف. عندك الحزام هذا لما يكون هكذا بيوتي كولور كيما يقولوا هو حزام يعطوه حزام زروقي. هذا الحزام الزروقي يلبسوه الشخصيات المهمة. إذا كاين حزام واحد آخر اللي يكون افيك كولور اونيك دونك هذاك تاع الناس كامل وماجوريتي يكونوا يخدموا بالشاش. فوالا هذه هي. نخدموا على حساب بالنسبه للبرنوس البرنوس ايضا عند مكانه كبيره في المجتمع الجزائري. البرنوس هو في الحقيقه واش كاين هو في المجتمع الجزائري بما يخص البرنوس الوبر يعني نخدم الوبر تاع الجمل. هذاك البرنوس خاص الا بالجزائريين والا هو يعد كما يقولوا une coutume en commun entre différents compartiments. كما باغ اكزومبل اسبانيا نلقاو في اسبانيا يجي شويه قصير ولا شويه طويل، نلقاو ايضا في المكسيك يجي شويه قصير ولا شويه طويل، اسي دو سويت. فوالا دونك يبقى البرنوس الجزائري اللي هو خاص بالجزائريين هو البرنوس اللي تخرج له البر. ثم نلقاو البرنوس اللي يخرج من الصوف ومخلط شويه بالوبر تاع كيما نقولوا لابول دو فو. لابول دو فو سي الوبر تاع البقري. هذاك نلقاوه سوسو اسبانيا ولا في المكسيك ولا في شويه في المغرب الاحمر. حتى الشاشيه يعني شوف اختلاف حتى في الشاشيات. هي الشاشيات هذه تركز بوكو بلوس كما يقولوا الى الثقافه العثمانيه. واش نلقاو مثلا التوانسه عندهم شاشيه، الماركه عندهم شاشيه تاعهم وتختلف. مثلا التوانسه عندهم شرابه هذيك طويله هكايا، العثمانيين عندهم طربوش، وحنا الجزائر عندنا شاشيه بصح تجي هذيك الشرابه تجي قصيره. عند الودن سوسوا يعيطوا لها نص راس. نص راس. طيب. شاشيه نص راس. نعم. حاليا ماهيش مطلوبه ربما هذا هي في الحقيقه شوف هي ماشي قضيه ماشي مطلوبه ولا هي الان نقولوا مثلا الشباب تاعنا تاثر شويه بثقافات غربيه انا يحضرني الفكره برك فيما يخص التراث الجزائري هذا. لو مثلا ما كاش التراث تاعنا مهم وفيه اهميه وفيه كما يقولوا قيمه تاريخيه ثابته وقيمه تقنيه ثابته ما يجوش واحد اخرين يسرقوا لنا بكل سهوله. بكل سهوله. كفينا فخرا انه كما قلت الزميل تاعكم قبيله كاين المؤرخ جورج مارسي هذا اللي الف كتاب يسمى لو كوستيم ميزيلمون دالجي. وفي هذا الكتاب وصف لنا تقريبا 150 بدله تاريخيه جزائريه وسماها بالمسميات الحقيقيه تاعها في هذاك الكتاب. يعطيك الصحه ويسعد بارك الله وفيك التوفيق ان شاء الله.